السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو اللي هنتكلم فيه المره اللي فاتت او الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا على الاكسبورت اوبريشن. لو انت داخل انترفيو محتاج تكون عارف ايه. النهارده بقى هنتكلم على الامبورت اوبريشن. احب اعرفكم بنفسي مره تانية. معاكم عمرو شويل، مدير اداره الشحن الدولي بشركه منصور لوجيستكس. انا المسؤول عن اداره الشحن الدولي، هو الاستيراد والتصدير، وهو عباره عن فريت فوروردر خاص بمنصور. زي ما هكرر كل مره، لو انتم محتاجين اي مساعده طبعا تقدروا تبعتوا لي. دايما بسيب الايميل بتاعي في اول كومنت بكتبه عندي على اليوتيوب. تعالوا بقى نبدا الحدوته المره دي مع الناس اللي بتشتغل في الامبورت. لو انت راجل امبورت اوبريشن دورك بيبقى عامل ازاي؟ ونفس الموضوع برضو هنبدا من اول اما الشحنه بتبقى كونفيرمد، مش هنبدا من اول وجديد ونقول البرايسز والاسعار وكده. طبعا انت بتبقى ليك مكاتب موجوده على مستوى العالم. هنتخيل ان احنا عندنا شحنه زي ما بنتخيل في كل شحنه ان احنا عندنا شحنه جايه من الصين من مينا شنغهاي وجايه على مينا اسكندريه او مينا السخنه. فاحنا هنبدا ان دلوقتي انا بجيب الاسعار، فانا ببعت للمكاتب بتاعتي بره، بحاول اشوف السعر حوالي 20 او حوالي 40. وهنأسيوم ان الشحنه بتاعتنا بتتكون من ان هي مثلا عباره عن ملابس جاهزه جايه من شنغهاي رايحه على مينا السخنه جايه على خط السي ام اي. فدلوقتي خلاص انا اتفقت مع العميل على كل حاجه وعلى كل الاجراءات. فانا زي اللي انا عملته بالظبط في الاكسبورت انا بفولو اب عليه في الامبورت. يعني ايه؟ دلوقتي انا كنت هنا في الصادر بتكلم ان انا محتاج يكون معايا شيبنج ديكلاريشن، ببعتها للخط والخط يرجع لي بوكينج كونفirmation. الدور ده اللي هيقوم بيه مكتبك بره في الصين. يعني دلوقتي شحنه خلاص العميل قال لك كونفيرم، فانت بعد ما بقت كونفيرمد انت المفروض بتبعت لمكتبك بره تقول له تواصل مع الشيبر ده اللي هو الشاحن هناك في الصين، اللي هو بيدي لك بياناته العميل بتاعك هنا اللي هو ايه الكونسايني او المستلم. هو بيقول لك ده بيانات الشيبر، روح كلمه واتفق معاه على كل حاجه. بتبعت البيانات دي للشيبر بره او لمكتبك بره، هو بيتواصل مع الشيبر بما انهم في نفس البلد ويعرفوا نفس اللغه، ويبدا يقول له انا جالي شحنه من الكونسايني اللي اسمه كذا عباره عن 1 في 40 هاي كيوب عباره عن ملابس، فبعد اذنك قول لي البضاعه جاهزه امتى. هو بيقول له البضاعه جاهزه امتى، بيبدا يشوف المراكب المتاحه. طبعا بنبقى احنا عارفين المركب المتاحه قبل ما ناخد كونفيرم، عشان لو العميل هنا المستلم عايز مركب معينه بتيجي في ترانزيت تايم معين لازم تكون زي ما هو عايز، ويبقى بالاتفاق طبعا على نفس السعر اللي موجود، وخصوصا ان الصين تغيراتها في الاسعار كتيره جدا. هناخد الحته دي وهنمشي برضو دايما بالوضع المثالي للشغل بتاع الوارد. فانت بعت خلاص بيانات الشيبر، المكتب بتاعك بره في الصين تواصل مع الشيبر هناك وقال له تمام خلاص احنا البضاعه بتاعتنا هتبقى جاهزه يوم 25 ديسمبر، فمركب 30 ديسمبر هتكون مناسبه. يبدا مكتبك بره يبعت الشيبنج ديكلاريشن، بياخد كل البيانات من الشيبر بره ويبعت الشيبنج ديكلاريشن اللي انت كنت بتبعتها انت في حاله الصادر، هو بيبعتها للخط الملاحي وبيحجز السبيس، وبعد كده بيرجع لك بيديك كل البيانات. يا اما يبعت لك بوكينج كونفirmation PDF، يا اما يبعت لك يقول لك والله الحجز بتاعك رقمه كذا والمركب اللي هتطلع عليها اسمها ايه والفويج بتاعتها اسمها ايه، نفس اللي بيكتب في البوكينج كونفirmation اللي بتشوفه هنا هو بيبعته لك في هيئه صيغه ايميل، بيقول لك كل التفاصيل وبيقول لك والله احنا هنعمل بيك اب لو انت واخد الشغل ده اكس ورك. وطبعا هنتعرف برضو على الانكو تيرم بتاعه الشغل كله عشان برضو تبقى على علم بيها. فبيقول لك والله احنا هناخد البضاعه دي من عند العميل هناك يوم مثلا 25 وهنخلص كل حاجه وهنبعت لك الدرافت عشان تراجع عليه. بعد يوم التحميل بيتبعت لك الدرافت بيقول لك كونفيرم خلاص اللودنج تم والتخليص الجمركي تم هناك، وتبدا تشوف الدرافت. هو يبعت لك الدرافت، انت بتاخد الدرافت ده بتبعته لعميلك هنا في مصر عشان يراجع على كل الاجراءات. في حاجه انا نسيتها بقى، في عندنا حاجه اسمها الاي سي اي دي. الاي سي اي دي هو النظام الافراج المسبق. ده رقم المفروض الكونسايني بيديهولك عشان تشتغل عليه وتحطه في البوليصه. ده بيتحط في البوليصه، بيتحط في الباكينج ليست، بيتحط في الكوميرشال انفويس، بيتحط في اي دوكيومنتس جايه من بره، لان احنا عندنا قانون في مصر في الجمارك المصريه لا يتم استيراد اي شيء من بره من خلال البحر سواء كان LCL او FCL او جنرال كارجو الا لازم يكون واخد رقم ACID. ان الحكومه تديك رقم ACID او الجمرك مديك رقم ACID بيقول لك تمام استورد الحاجه دي، النوع المنتج او الشيبر نفسه اسمه ايه وهكذا. وطبعا هنتكلم على موضوع البوليس الهاوس والماستر والACID اللي بيطلع ليها، دي قصه مختلفه تماما يعني. المهم انت طبعا بتبعت رقم ACID في البدايه خالص، لان الخط الملاحي مش هيديك الحجز او مش هيديك البوكينج كونفirmation غير اما تكون باعت له رقم ACID عشان يضمن انك بالحواله دي توصل وتعرف تخلص عليها جمركيا هنا في مصر. المهم بيجي لك الدرافت، بعد ما بيجي لك الدرافت تبعته للكونسايني بتاعك اللي هو عميلك اللي اوريدي متفق معاه على الاسعار، بتقول له ده الحجز ده الدرافت بتاعنا
وده رقم الاي سي اي دي، هو بيتم مراجعته كاملا وبيرجع يقول لك يا كونفيرم يا عايز اعدل. وفي نفس الوقت برضه مكتبك باعت البي دي اف او باعت الدرافت بتاع البوليصه اللي احنا كنا اتكلمنا عليه كده في حد الصادر، بيبعته للشيبر بره، فالشيبر بالتبعيه بيبعته لعميله اللي هو عميلك هنا او اللي هو بايع له البضاعه، يقول له شوف كده الاجراءات عندك ده تمام، فيها مشكله ولا لا. فانت كده بتاخد الكونفيرم وبتبعت الكونفirmation بعد ما بتراجع على الدرافت او بعد ما عميلك بيراجع على الدرافت وكل الاطراف تكون موافقه على الدرافت بيل اوف ليدنج. تاخد الدرافت ده تقوم جاي يبعته للناس وتقول لهم من مكتبك بره، تقول له خلاص كونفيرم الدرافت مظبوط. بعد ما بياخد كلمه درافت مظبوط بيبدا بقى الخطوه اللي بعدها، بنفضل قاعدين مستنيين المركب تسافر. وانس ان المركب سافرت بيبعت لك حاجه اسمها بري اليرت. بري اليرت دي ده بيبعت لك فيها الصوت الفاينل بتاعت البوليصه ويبعت لك الفواتير بتاعت الشحن عشان تاخد اجراءاتك وتبدا تشتغل على انك تبعت له الورق بتاعه او تبعت له البيمنت بتاعته. طبعا في اتفاقات بتتم ما بين مكاتبك، لو انت مشترك في نتورك فممكن هم يرلزوا وتدفع لهم اجل، او ممكن يكونوا لا بيستنوا تاخد الفلوس الاول وبعد ما بياخد فلوسه. يعني الاتفاقات والانترنال يعني اجريمنتس اللي بتتم دي نخليها فيديو منفصل عشان هي ليها حواديت كتيره وفي نتوركس كتيره موجوده فيها. بس احنا قلنا ايه، ناخدها دلوقتي من الاكسبورت سايد والنهارده بنتكلم على الامبورت سايد. انت بقى كراجل داخل انترفيو في حاجه ليها علاقه بالامبورت، طبعا احنا ما اتكلمناش بقى على جزء التخليص اللي هنا، بس التخليص والنقل هنا برضو يعتبر ايه ليه دنيته مختلفه يعني. بس هنتكلم على انك راجل هتشتغل الجزئيه دي بس، وهتشتغل انك تاخد امبورت من بره. فانت النهارده والله طب ممكن نكمل الجزء ده عشان برضو ايه ما يتوهش مننا، زي ما قلت لكم انا هرتجل الموضوع يعني. فالشحنه دي خلاص سافرت، دفعت فلوس هناك الراجل مكتبك بره، الشحنه دي خلاص وصلت، بتبدا تشوف مصاريف التي اتش سي. انت عندك تي اتش سي هناك وتي اتش سي هنا، طبعا على حسب اتفاقك مع العميل. تدفع مصاريف التي اتش سي عشان تسحب الدليفري اوردر وتبدا اجراءاتك الجمركيه في خلال الفري دايز او الفري تايم اللي بيتحط لك هنا في مصر. بعد كده الحاويه دي بتخرج بعد ما يتخلص عليها جمركيا، طبعا كل دي حاجات واكشنز بتتعمل، بتعرف انك تشتغل للعميل وطبعا بتكون متفق معاه على الاسعار بتاعتها. وبعد كده بتبلغ مقاول النقل عشان يبعت عربيه تاخد الحاويه وتوديها للعميل، بيفرغ العميل ويرجع الحاويه فارغ، وكده تكون مهمتك انتهت. دورك بقى كراجل شغال امبورت اوبريشن محتاج تكون عارف ايه. طبعا اللغه الانجليزيه مش هنتكرر فيها، التايم مانجمنت بتاع الاكسل برضو مش هنتكلم فيها. لازم يكون بتعرف تفولو اب. الشغل الوارد يا جماعه معظمه فولو اب، انت مش بتاخد اكشنز مع الخطوط، انت بتاخد اكشنز مع مكتبك، فانت محتاج تفولو اب على مكتبك كل يوم او كل يومين تعرف ان الدنيا وضعها ماشي ازاي. والله انا النهارده يوم 9 وعندي مركب يوم 25، فانا مركب 25 دي محتاج ان انا لو انا هحمل يوم 20 لازم اعرف منه الدنيا تمام، في اي مشاكل عندك. المفروض مكتبك بيبلغك لو في اي ابديتس، محتاج معلومه ناقصه اي سي اي دي، ناقصه ارقام، ناقصه معلومه معينه تقدمها له، لازم تقدمها له وتتاكد ان كل حاجه تمام عشان الحاجه تتحمل على المركب بوضع مثالي ويجي له ميعاد تحميل يحمل عادي وكل حاجه تبقى خلصانه. فانت اجراءاتك كلها لازم تكون جاهزه، فانت دورك كاملا هو الفولو اب. يعني محتاج يكون عندك اكسل شيت محترمه تعرف تتابع عليها شحناتك، تكون علاقتك كويسه بالايجنتس، بتعرف تكتب انجليزي كويس. الخطوط الملاحيه تكون عارفها عشان خاطر ساعات ممكن يكون المكتب بتاعك بره ده بيكذب عليك في معلومه معينه، فانت لو دخلت على الويب سايت ده لو قال لك مثلا ميرسك بتيجي في 10 ايام ولا 20 يوم، بخبرتك تبقى فاهم ان انا لو دخلت على ميرسك هشوف ميعاد المركب، فانا هعرف ان ميعاد المركب ده او الترانزيت تايم بتاعتها ده مختلف تماما. طبعا في مسميات ممكن تبقى على الناس الفريش او الناس اللي ما دخلتش المجال مش فاهماها. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن المسميات، هنتكلم عن كل كونسبت او كل اسم ابريفيشن عشان الناس تبقى فاهمه احنا مجالنا بيمشي ازاي، عشان حتى لما نيجي نقول المسميات دي في المستقبل ما تبقاش غريبه بالنسبه لك. بس فانت دورك كفولو اب وعلاقتك تكون بالايجنتس كويسه وتعرف تابديت العميل، لان انت برضه دورك بتابديت العميل، انت كاستمر سيرفيس، فانت محتاج انك المعلومه لو جات لك ميعاد التحميل تبعت ميعاد التحميل، لو في تغير في المركب تبعت بعد تغيير المركب، لو في اي ابديتس مختلفه عن انت متفق فيها العميل تبعتها له على طول. وانس ان المركب سافرت خلال 24 ساعه تكون مطلع الفاتوره عشان تبعتها للعميل ويابروف عليها وتقول له تمام كده عشان خاطر يبدا يدفع لك الفلوس قبل ما تدفع للايجنت بتاعك او وذن الفتره اللي انت متفق بيها مع العميل. بس فده دورك كاملا كاوبريشن امبورت. فيا رب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبه لكم، وان شاء الله يعني كل الناس تقدر تفهم من الفيديوهات دي. زي ما بقول لكم الموضوع ارتجالي جدا، فبحاول ان انا اقدم لكم جزء صغير جدا من اللي الناس تستحقه انها تتعلم الشحن وتخش في ريفر اوردرز وتفهم الدنيا عامله ازاي.
فريد فوروردنج ده مدرسه، فمدرسه محتاج تعرفها كويس، تتعلم منها كتير. وهنبدا نتكلم عن قصص وحواديت وحاجات واكشنز ممكن تكون بتتاخد، حاجات غريبه، كيسز معينه انت ما تكونش فاهمها. هنبدا نخش الموضوع ادفانسد شويه، بس نخلي الفيديوهات دي اول باول كده، وان شاء الله نقدر نقدم الفيديوهات دي في المستقبل القريب يعني، او نعرف نقدمها على الاقل فيديو كل اسبوع او فيديوهين كل اسبوع. شكرا لكم جدا واشوف وشكم بخير. السلام عليكم.